السلام عليكم اخواتي. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض حاجه كده تقريبا، يعني احنا كل يوم بنستخدمها وكل يوم بنشتريها، ويمكن مفيش بيت يمكن ما تعبش من مصاريفها. يعني احنا كل يوم مثلا، يعني انا عن نفسي كل يوم ما بيكفينيش في اليوم مثلا اني اشتري ب20 جنيه فينو للسندوتشات وللفطار. والله هو ما بقاش يعني فينو يعني يشبع، يعني حتى العيال يا ريت بيبقوا شبعانين، يعني ما بيشبعش ان هو بيعملوه ورق. فاحنا قلنا نجرب كده نعمله في البيت، وهو يعني يمكن يعني مقاديره ان شاء الله مش، يعني مقاديره مش مكلفة، او يعني هي ان شاء الله مقاديره موجودة في كل بيت. يعني دي مثلا علبة يا جماعة، دي فيها، دي علبة السمنة اللي احنا بنشتريها دي دايما بعايرها بقد 2 كيلو. يعني العلبة دي بتشيل قد 2 كيلو. لو انت مش عندك ميزان، العلبة اللي هي بتاعت السمنة اللي انت بتجيبي فيها هي اصلا علبة 2 كيلو، يعني بنعاير فيها الدقيق، يعني ما بنرميهاش، بتغسليها وتخليها تعايري فيها الدقيق. هناخد قد ايه على 2 كيلو دقيق دي كده يا جماعه؟ قد ربع كوبايه سكر، يعني دي كوبايه صغيره. وري كده او نص كوبايه، يعني بس ما تكتريش يعني من السكر، لان طبعا احنا هنحشيه جبن او كده، فمش عايزين نبقى محلون، يعني مش عايزينها مسكره. ودي خميره انا مخمراها في البرطمان. البرطمانات دي برضو يا جماعه من الحاجات اللي انا بستخدمها بصراحه. بس جبت مربى، جبت عسل، ما برميهاش. البرطمانات الازاز دي مخمره فيها قد معلقه خميره. اللهم صل على سيدنا محمد اهي. الخميره ما شاء الله اهي خمرانه اهي، شايفين الرغاوي؟ معلقه خميره، معلقه دقيق، ونص اللهم صل على سيدنا محمد، ونص معلقه سكر. مخمراها كده، قافله عليها بالغطا بتاعها، او ممكن بكيس. وهناخد كوبايه زيت او كوبايه الا ربع زيت، بس هنضيف عليها معلقتين قشطه. بصوا يعني كوبايه الا ربع زيت دي، بس هي القشطه مجمده شويه عشان نطعمه بس ونزود قيمته يعني. طبعا هنستخدم يا جماعه، هو لو في عندك كيك شيف او معلقه بيكنج باودر هيحسنوا. انا ما عنديش، ففي دايما بديل للحاجات دي، اللي هو المحسن الطبيعي، اللي هو هناخد نص دي كربونات اللي احنا بنستخدمها للملوخيه. هناخد ربع، يعني شايفين المعلقه الكبيره دي اهي، هناخد منها ربع على معلقه خل. ده محسن يا جماعه، الخل مع الكربونات، وده زي بس طبعا ما ينفعش نستخدمه في الكيكه وفي الحاجات دي بديل البيكنج باودر. لا، احنا بنستخدمه بس في المعجنات. وطبعا هناخد ذره ملح، هنحط بقى وهنعجنه بالميه. اول حاجه يا جماعه، اللهم صل على سيدنا محمد، استعنا بالله. احنا هنعمل الفينو، يعني اهو حاجه ممكن نوفر فيها شويه. زي ما بقول لكم العلبه دي بنعاير بيها قد 2 كيلو دقيق. هنحط بقى الحاجات الناشفه. اول حاجه ذره ملح بسيطه كده، نص معلقه ملح اللي الكبيره دي. اللهم صل على سيدنا محمد. دي كوبايه صغيره يا جماعه، يعني لو هتعايروها بالمج ممكن تجيب ربع يعني لو حابين تعايروا. لا، هي نص مج، نص مج سكر. ماشي، اللهم صل على سيدنا محمد. ودي كوبايه الا ربع زيت، بس زي ما بقول لكم احنا هنحط عليها معلقتين قشطه، يعني اهو نزود القيمه الغذائيه ليه ونطعمه شويه. دي كوبايه الا ربع زيت مع معلقتين قشطه، يعني كده قد ماده دهنيه كده. اللهم صل على سيدنا محمد. هحركهم كده ببعض، هننزل عليها كده. حطينا الملح هنا. هنا بقى اللهم صل على سيدنا محمد، اللي انا بقول لكم لو عندك معلقه بيكنج باودر حطي مع معلقه بيكنج باودر. انا ما عنديش معلقه بيكنج باودر دي. بصوا، حاجه بسيطه قوي، كربونات، يعني ما تجيش ربع معلقه، مع معلقه خل. افتح بس الازازه لسه جديده. حطي معايا كده، حطينا ذره خل، اللهم صل على سيدنا محمد، ذره كربوناته مع معلقه خل. ده محسن طبيعي يا جماعه للمعجنات، بس ما ينفعش زي ما بقول لكم نستخدمه بديل للبيكنج باودر او الكيك شيف في الكيكه. لا، احنا ممكن نستخدمه بس معاكي عجين زي كده، يعني معاكي قرص، معاكي فينو. طبعا اهم حاجه معانا الخميره اللي انا مخمراها، بس شايفين بسم الله ما شاء الله، معلقه دقيق على معلقه خميره، نص معلقه سكر، وعملناهم بذره ميه. ننزل بيها طبعا كلها كده، مفيش حاجه ومفيهوش حاجه يعني.
اللهم صل على سيدنا محمد. 2 كيلو دقيق، كوبايه الا ربع زيت، معلقتين قشطه، نص معلقه ملح. هنعجن كل ده بقى مع بعض. هننزل بالميه بقى حبه حبه كده، مش هننزل بيها كلها مره واحده عشان العجين بس ما يترخيش معانا، ولا لو نضطر نزود مقادير تاني. اللهم صل على سيدنا محمد. هنلم العجين كده، يعني 2 كيلو دقيق انا بالنسبه لي يا جماعه ده اقل حاجه ممكن نعملها. يعني انا عن نفسي اقل عجين بعجنه 5 كيلو. والله العيش الشمسي بيوصل ساعات معانا بنعجن 10 كيلو. فده كده يعني ده اسمه لعب عيال. يعني 2 كيلو دقيق ده حاجه بسيطه جدا، بس هنجرب يعني. يعني انا بصراحه الفينو ما نجحش معايا قبل كده، بس هجرب الطريقه دي معاكم وان شاء الله تنجح. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هو مش ما نجحش، هو بس ما ادانيش نفس النتيجه اللي بتاعه الافران، بس هنشوف الطريقه دي وان شاء الله باذن الله تجيب نتيجه معانا. هنعمل الفينو في البيت، ربنا يكرمنا كمان نعمل الحشو كمان. يعني نعمل مربى، نعمل نوتيلا، بس نخليها في فيديو تاني. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. طبعا اخواتي في الله اتمنى بس يعني منكم يعني فضلا وليس امرا اللي انتوا تدعموني بس ان القناه تنجح، وتشرفوني بالاشتراك، وترفعونا بقى الفيديو كده باللايك، لان انتوا عارفين اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. فاتمنى بس ان انتوا تزودوا شويه ميه. انا هعجن معاكم كده العجين من اوله لاخره عدك لما يتلم معايا. طبعا هنسيبه يخمر شويه، لا مش شويه، شويه كتار يعني. هنسيبه قد ساعتين كده يخمر، ان ده عيش فينو فلازم يبقى خمران كويس. ماشي. هنا هنلم العجينه بمعلقه قشطه. خلاص هي العجينه كده اتلمت معانا، بس هنحط معلقه قشطه عشان بس اه تصوري يا ماما. دي قشطه يا جماعه بنلم بيها العجين. هنعجن كده لحد لما نبص العجين فلت من ايدينا. هي خلاص كده يعني ايه، فيها تلبيكه بسيطه، بس هو يعتبر كده خلاص يعني. شايفين العجينه كده ما شاء الله لمت من ايدينا اهي. كل ما ملكنا فيها كل ما راح التلبيك، كل ما فلت من ايدينا. حاضر هعمل لك كيكه يا موده. حاضر المره الجايه اعمل لك كيكه. دلوقتي بنعمل فينو عشان موده تروح بس تعمل سندوتشات للحضانه كده اهو. اتلم يا جماعه عشان نعمل فيه اكتر من كده. يعني فيه تلبيكه بسيطه، بس ده عشان احنا عايزين العجينه اصلا طريه. احنا عايزين الفينو بتاعنا يبقى هاشش زي بتاع الفران بالظبط. اللهم صل على سيدنا محمد. اهي البوله. انا دايما يا جماعه بحب ابتدي العجين في البوله والمه على الرخامه. طبعا والله الرخامه انا ببقى غسلاها كويس، لان طبعا اهم حاجه يا جماعه احنا بنعمل حاجه اصلا في البيت عشان النظافه، لازم نهتم بالنظافه. يعني مش بس توفير، احنا بنعمل الحاجه في البيت، احنا بنعمل الحاجه في البيت اصلا عشان برضو النظافه. كده احنا حطينا معلقه قشطه بس على الوش، وهنغطيه وهنسيبه يخمر. هنقفل بقى الكاميرا ولما يخمر نقعد نقطعه ان شاء الله. بس يا مودة حسبي